مرحبا شباب وصبايا، بتمنى انكم تكونوا بخير. بتعرفوا انه الوشم عمره اكثر من 7000 سنة؟ لا ما بتعرفوا. طيب مين اخترع الوشم، او مين اخترع آلة الوشم، او مين اول شخص عمل وشم بالعالم، او منين اجت كلمة تاتو؟ بهذا الفيديو رح نتعرف على كل هاي الاسئلة. فيديو مميز، فيديو VIP، قصة الوشم. هذا يا سيدي وسيدك الله كل القصة بترجع لجثة لقوها بجبال القلب متجمدة، وهاي الجثة عمرها أكثر من 7000 سنة. كانت أول جثة بيلاقوا عليها الوشم. هاي الجثة سموها أودسي أو رجل الثلج. على جسم هاي الجثة كان موجود أكثر من 60 وشم. الأماكن يلي كان موجود فيها الوشم كانت موجودة بمناطق معينة بالجسم، مثلا على العمود الفقري، من خلف الركب، أو بمناطق معينة بالجسم. وهالشي خلى العلماء يعرفوا إنه الوشم كانوا يستخدموه كطريقة طبية، كشيء طبي، كانوا يعالجوا فيه الأمراض أو يعالجوا فيه الجسم. فلهيك هذا الشخص اللي اسمه أودزي أو هاي الجثة أول وجود للوشم بتاريخ البشرية الحالي. في غيرها جثث كتير، أو في منها حتى مومياء مصريين من المومياء المشهورين يلي في على أجسامهم وشم. ففي عنا مثلا مومياء مصرية موجود وشوم على جسمها بتدل على أشياء جنسية. فهذا الشيء بدل على انه الوشم موجود من آلاف السنين، هو ما شيء موجود هلأ. واصلا هو الوشم شيء ابدي. لو انه الوشم ما شيء ابدي ما كانوا اخترعوا شيء اسمه ليزر يلي هو بيشيل الوشم. طبعا على جثة أودسي او على جثة هاي المومياء فينا نلاحظ الوشم معمول بادوات بدائية او بإبر كبيرة او بأدوات مخترعينها بالايد. وطبعا في كتير متاحف بالعالم عثروا على ادوات بدائية بيعتقدوا انه هاي الادوات كانوا يستخدموها ليعملوا فيها الوشم. اكيد مو مثل هلا او بالماكينات يلي موجودة هلا. طيب السؤال الثاني، مين اخترع ماكينة الوشم؟ اول شخص رسم ماكينة الوشم توماس أديسون. اي نعم، توماس أديسون هو كان اول شخص عمل رسمي لماكينة الوشم بعام 1876. بعدين في شخص اسمه سامويل أورايلي بعام 1891 طبق هاي الرسمة اللي عملها توماس أديسون واخترع اول ماكينة وشم بالعالم. اول ماكينة وشم من ماكينات الوشم يلي نحن بنعرفهم هلا، الماكينات المتطورة. طب سؤال، ليش الوشم اسمه تاتو؟ هذا الشيء بيعود لرحالة أمريكي سافر على جزيرة اسمها تاتاو. بهاي الجزيرة شاف والتقى بكتير عالم عنده وشوم، رجال ونساء كانوا أجسامهم موشومة بالكامل. من خلال هذه الرحلة الرحالة اللي كانوا بهاي الرحلة عملوا وشوم على أجسامهم، وبدل ما يسموها شطب أو جرح أو أي شيء من هاي الأسماء سموها تاتو بالنسبة للجزيرة يلي اسمها تاتاو. طبعا أول ما رجعوا على حياتهم متحضرة هذا الشيء كان غريب بالنسبة للعالم، حتى في عالم صاروا يطلعوا مظاهرات ضد الوشم بما أنه هو شيء غريب وهو شيء بسبب أمراض وهو شيء عم يدخل على الجسم وانت ما بتعرف شو هو. طبعا هذا الحكي من زمان، حتى أنه الوشم كان يستخدم مو بس كطريقة طبية ولا كطريقة تجميلية، وإنما كان يستخدم بطريقة عنصرية. فمثلا بالسجون النازية كانوا يعملوا وشوم يعلموا فيها السجناء اليهود من غيرهم، او مثلا في عنا اليونان والاغريق من زمان كانوا يعلموا العبيد يلي عندهم من عن طريق انه يعملوا لهم وشم. كمان في عنا بالسجون مثلا اليابانية من زمان كانوا بيعلموا المجرمين بقلب السجن، كانوا يعملوا للسجناء وشوم ليبينوا انه هدول مجرمين او انه هدول عصابات. فهذا الشيء عمل ثورة، صار الشيء بالعكس، صارت العالم تعمل وشوم وتعبي جسمها اكثر بالوشوم ضد هذا الفكر او ضد هذا الشيء اللي بيعبر عن انه اي شخص عنده وشم او اي شخص
فهو خريج سجن او هو كان بالسجن. فحبايب الوشم هو موجود من آلاف وعشرات آلاف السنين. حتى في عنا الرحالة اللي كانوا من زمان يروحوا عن طريق البحر، كانوا مثلا يروحوا على مكان يعملوا وشم مشان يتذكروا هذا المكان، يروحوا على مكان تاني يعملوا وشم، يعملوا بوصلة. او مثلا في عنا المحاربين او مثلا الصليبيين كانوا يعملوا وشم لحتى يميزوا بعض بالحرب، او مشان بس يموتوا يندفنوا على الطريقة اللي لازم يندفنوا فيها. فحبايبي الوشم هو موجود من آلاف السنين لحتى يعبر عن مين انت او مين بتحب انك تكون، او حتى بيعبر عن ظروف انت مريت فيها بحياتك او عن مواقف انت مريت فيها بحياتك حبيت انك تخليها على جسمك للأبد. وبالنهاية انت حر اذا بدك تعمل وشم او لا، بس اذا بدك تعمل وشم فكر منيح شو بدك تعمل وشم وليش حابب انه هذا الوشم يضل على جسمك للأبد، او قديش بيعني لك هذا الوشم. لهون بيكون خلص فيديو اليوم، بتمنى انه يكون عجبكم. لا تنسوا تكتبوا لي تعليق وتضغطوا على زر اللايك، يلي ما مشترك يشترك بالقناة. يلي ما بيعرفني انا اسمي جورج نخلي، انا فنان وشم، وبهاي القناة بنشر عن الفن بشكل عام وعن الوشم بشكل خاص. بنشوفكم بالفيديو اللي جاي. سلام لكم.